يلا بينا نبدأ على طول. بيبدأ الفيلم سنة 1998 وبنشوف شخص بيصلي في منزله، وبعد ما بيصلي بيروح يصحي بنته ويقول لها يا بنتي قومي صلي الفجر، قومي قبل ما النهار يطلع عشان تصلي الفجر. حاضر. ورحية بتصحى وتروح تتوضى وبتلاحظ ان في حركة وفي حاجة لسه معدية من قدامها. بتبص شمال يمين ومش بتلاقي حاجة، وبعدين بتروح تطمن على أمها وأخوها، وبعد ما بتطمن عليهم بتروح تصلي. ولما بترجع بنشوف شخص ملثم واقف وراها. بعدين بتسمع باب المنزل بيتكسر وحد بيتألم. بتقطع الصلاة وتجري بسرعة على غرفة أبوها، وبتلاقي 2 ملثمين بيضربوه، وأبوها بيقول لها ما تتدخليش في اللي بيحصل واخرجي بسرعة. واحد من الملثمين بيضربها والتاني بيخلص على أبوها. بتصور عليهم وبتعض الشخص اللي ماسكها في ودنه، والشخص التاني بيهاجمها. بعدين بنشوف راس أبوها متعلقة على الباب الرئيسي للمنزل. في الصحف بتعلن عن مئات السحرة اللي أعدموهم عشان بيمارسوا السحر وبيأذوا الناس. بعدين بنشوف راحيو بتشتغل في محل ملابس، وبنعرف إنهم سابوا القرية بعد اللي حصل لأبوها عشان كانوا بيعتقدوا إن عيلته بتمارس السحر. راحيو لما بتروح تسمع شخص اسمه سانتيوت بيجي من القرية عشان يديلهم نصيبهم في المحصول، وبتسمع أمها بتقول إن راحيو بتشتغل عشان تساعدها في احتياجات، وبتدخل تسلم عليه وبيديلها الحصاد. بعدين أمها بتفضل تتكلم معاه شوية، ومن كلامها بنعرف إن راحيو مش بنتها البيولوجية ولكن بنت جوزها، بس هي بتحبها كأنها بنتها. بعدين بتروح لبيت جارهم عشان تديله شوية من الحصاد اللي جالها، بس مش بتلاقي جارها في المنزل. وبعدين بتشوف عصاية سحرية وبتفتكر لما أبوها لقى أمها ميتة. هي كانت مستخبية في الدولاب وعمالة تعيط وكانت ماسكة العصاية. بعدين جارها سورفو بيجي وبيقول لها بتعملي ايه هنا. اسأله على العصاية وبيقول لها إنها عصاية مقدسة وأبوها اداهاله عشان يحميها بيها، ولو هي استخدمتها غلط هينتهي بيها الحال زي أمها. وراحيو بتقوله إنها جابتله شوية فاكهة وبتمشي، وهي ماشية بيوقفها وبيقول لها إن سانتيون جاي عشان مصر يبيع المنزل بتاع أبوها. وبنعرف إن سانتيون يبقى أخو أبوها بس مش شقيق، وأبوها اتبرع بغرفة في البيت ده عشان الصلاة. بعدين راحيو بتمشي من عند جارها وبتروح لغرفة الصلاة اللي أبوها اتبرع بيها عشان الناس تصلي فيها، وبتشوف شخص داخل يصلي. ولما الشخص بيبدأ يقرأ قرآن بنشوف إيد بتخبط على كتفه، وفي نفس الوقت راحيو بتسمع الشخص وهو بيصلي. بعدين بنشوف يد برضو بتخبط على كتف المصلي مرة تانية. بيحس بالخوف بس بيستمر في الصلاة، وفجأة بنشوف الإيد اتحولت للون الأسود وشكلها بقى مخيف. ولما بيرجع النور بيرمش وبعدين بيطفي. ولما المصلي بيقوم من الركوع بيسمع أصوات جاية من وراء بتردد مع الصلاة، وبيستوعب على طول إن الأصوات اللي سامعها أصوات شيطانية. بيقطع الصلاة ويلف وبيحس بالرعب. لما ما بيلاقيش حد بيجري وهو خايف، وراحيو بتكون شايفاه وهو بيجري وبتحس بالغراب بس مش بتهتم، وبتدخل تتحقق بنفسها وتشوف. واحنا بنشوف شيطان واقف وراه وبيختفي لما بتفتح النور، وبتبدأ تصلي وبتحس بالرعب لما بتسمع صوت ست بتردد وراها الصلاة، والنور بيبدأ يرمش. ولما بتقوم من الركوع بنشوف شياطين كتير واقفين حواليها وبتردد الصلاة معاها. بتبص وهي خايفة وراها ومش بتلاقي حد. بتطمن شوية وبتفتكر ان اللي بيحصل هلوسة، وفجأة بتشوف نفسها محاطة بالشياطين والجن. بتقوم بسرعة وفي لحظة بتلاقي نفسها في منزلها القديم، وبتتصدم اكتر لما بتلاقي سنها اصغر. وبتطلع الدور التاني وبتشوف أبوها بيعمل نوع من الطقوس على شخص وبيردد تعويذات، وفجأة بتظهر له بعض الشياطين وتلبسه، وعينه بتبيض وبيخرج من بقه تعبان، والتعبان بيدخل في بق الشخص اللي نايم قدامه. تخرج منه حية تانية وأبوها بيقتل الحية بقوته. الحية التانية بتروح ناحية راحيو وهي بتحاول تمسكها. أبوها بيجي في الوقت المناسب وبيمسك التعبان، وفجأة بيتحول لعصاية. بعدين راحيو بتفوق وبتمشي من بيت الصلاة. وتاني يوم في الشغل ريري اللي واقفة في محل قدام محل راحيو بتلاحظ ان الزباين بيمشوا من عندها وبيروحوا الرحي. بتتضايق وبتفضل تقول انا عارفة انها بتعمل تعويذة عشان تشتغل. ولما الزباين بيسمعوا كلامها بيخافوا وبيمشوا من عندها بسرعة. وريري بتقول لها انا عارفة ان ابوكي كان ساحر بس عرفت بعد كده انه مات. وبتفضل تقول لها يا سحرة. وفجأة راحيو بتتضايق وعينها بتبيض وبتهجم على ريري، وكل اصحاب المحلات بيجروا عليها وينقذوا ريري
ريري من تحت ايدها، وبيكون في شخص اسمه رتمان بيحط ايده على راسها ويفضل يرقيها. وبعد شوية رحيو بترجع لطبيعتها. وواحدة من صحاب المحلات بتقول انها ممسوسة زي ما حصل لابن اخوها لما راح غرفة الصلاة امبارح. ورتمان بيسألها انت رحت غرفة الصلاة؟ والست بتقول ان الجن اللي ابوها كان مسخره لسه موجود هناك. ورتمان بيقول لهم اهدوا يا جماعة مش كده. ورتمان بيسألها ايه اللي حصلك لما رحت غرفة الصلاة، بس هي بتمشي وتسيبهم من غير ما تقول كلمة. وبالليل امها بتحاول تتكلم معاها وبتقول لها على اللي حصل في السوق، وبتسألها لو كانت راحت غرفة الصلاة. ورحيو بتقول لها مفيش حاجة يا أم اطمني، ومفيش أي حاجة مضايقاني. وأمها بتقول لها إنها لما بتحس بوجودهم وهي بتصلي بتستعيذ من الشيطان، وبتدفل عن شمالها 3 مرات. وتاني يوم رحيو فضولها بيخليها تروح غرفة الصلاة المسكونة مرة تانية، تشوف شخص بيصلي هناك بالفعل. ورحيو بتشوف شبح طفل متعلق على رقبة الشخص ده، بس بتقول لنفسها يمكن تكون هلاوس أو أوهام، وبتغمض عينها. بعدين المصلي بيمشي ورحيو بتلبس ملابس الصلاة وكانت هتبدأ صلاة، وفجأة الشبابيك وراها بتقفل لوحدها. مش بتهتم وبتبدأ صلاة. ولما بترفع راسها من السجود بتترعب لما بتشوف رجل مخيفة واقفة ورا الستارة. بتبص لأعلى الستارة وبتشوف إنه شيطان ضخم. لما بتبص تاني لتحت بتلاقيه اختفى. بعدين بتقرأ آية معينة أمها قالت لها عليها وبتستعيذ بالله وتدفل عن شمالها 3 مرات. وبتعمل كده وهي مغمضة. ولما بتفتح تشوف شيطان ماسك راسه بإيده. بتصوت وبتقع وبتلاقي نفسها نايمة في وسط شياطين كتير كانت بتحاول تقوم وهم ماسكينها ومنعينها تقوم. فجأة بتفوق وبتلاقي نفسها في منزلها القديم مرة تانية، وبتشوف شخص نايم على السرير وبيتألم. وبعدين بتطلع الدور التاني وبتشوف أبوها برضو بيعمل طقوس على شخص نايم قدامه. بعدين بتشوف نفسها وهي صغيرة جاية من وراها وبتروح تقعد جنب أبوها. بعدين رحيو بتشوف الجن اللي أبوها مسخره بيشيل الجروح من إيد الشخص اللي أبوها بيقول عليه طقوس، وأبوها بياخد الجروح من إيد الشخص ده وبيديها لرحيو الصغيرة وبيقول لها تتخلص منها وترميها بعيد. وفجأة بتسمع صوت بنت بتصرخ والصوت جاي من تحت. ولما بتنزل تحت بتشوف إن البنت اللي نايمة على السرير ممسوسة تبقى هي ذات نفسها وهي صغيرة. وأبوها بيطلب من سانتيون يساعده، وسانتيون بيقوله إنه ممكن زي ما هيعالجها يقدر يأذيها. بيقوله إن رحيو عندها قوة بتظهر لما بتستخدمها بطريقة معينة، بس عشان هي لسه صغيرة مش عارفين هي تقدر تعمل ايه. وابوها بيقوله انه مش عايزها تبقى مع الجن والشياطين. وسانتيون بيقوله لازم يوقفوا قوتها قبل فوات الاوان. بيقول لابوها لازم تخلص نفسك الاول من العيشة دي لان الجن والشياطين تملكوك، وده اللي خلى بنتك تتأذي. وابوها بيترجاه ينقذ رحيو وهو هيعمله اللي هو عايزه. ايه التناقض ده؟ يعالج الناس الغرب ومش عارف يعالج بنته. بعدين سانتيون بيحط ايده على راس رحيو الصغيرة ويبدأ يدعي ويرقيها. ورحيو الكبيرة بتمسك راسها وتفضل تصرخ. وفجأة بتلاقي نفسها في بيت الصلاة مرة تانية. بعدين بتلاقي النور بيرمش والمكان كله بيضلم، وبتشوف اللهم احفظنا واقفين في الزاوية وعمالين يبصولها. وواحد فيهم بيتحرك ناحيتها وبتحاول تهرب بس الباب مقفول، وقبل ما يوصلوا لها بتقدر تفتح الباب وتهرب. نفس اللحظة أم ريري بتروح عند بيت رحيو وبتتخانق مع أمها وتقول لها ليه بنتك عايزة تخلص على بنتي. وشخص تاني بيقول لها إنها مش بنت عادية، والناس بتقول إنها مسكونة بالجن اللي كان بيخدم أبوها قبل ما يموت. لما رحيو بترجع بتشوف الناس اللي متجمعة حوالين منزلها، وأم ريري بتقول لأمها أنا عارفة إن جوزك كان ساحر. وراتمان بيحاول يهدي أم ريري وبيقول لها أنا شفت اللي حصل، وحتى لو هي ممسوسة هي ذنبها إيه. وأم ريري بتقوله أنت لسه جديد في المكان وما تعرفش أبوها كان بيعمل إيه. ورحيو بتقول لها أنا ما كنتش أقصد أذي بنتك، وبتفضل تعتذر لها وبتقول لها أنا مش عايزة أذي بنتك ولا أي حد. وريري بتقول لأمها يلا نمشي أنا خايفة وحاسة إن في حاجة هتحصل. وأم ريري مش بتقبل اعتذار رحيو وبتقول لها يا بنت الشيطان والكل عارف إن أبوك كان ساحر عشان كده قطعوا راسه. ورحيو بتتضايق وكانت هتهاجمها بس أمها بتحش. وريري وأمها بيمشوا
ولما هما بيدخلوا المنزل أمها بتقول لها ليه يا بنتي عملتي كده؟ بتقول لها انت اللي طلبتي مني نعيش هنا. وراحية بتقول لها انا اتولدت هنا وكل ده بسبب ابوها. امها بتقول لها انا بعمل لك كل اللي انت عايزاه وارجوكي اتصرفي بشكل كويس وطبيعي عشان نقدر نعيش وسط الناس دي، وانت شايفة الناس ما بترحمش وما بيصدقوا يلاقوا اي حاجة ويتكلموا فيه. عايزين نعيش في حالنا ونحس بالسلام الداخلي. وبتقول لها ان سانتيون عايزهم يروحوا يعيشوا معاهم. وراحية بتقول لها انه عايز يستولي على اموال ابوها، وبتقول لها انه مش كويس ومن السهل عليه دلوقتي ياخد اموالنا. بعدين بتروح لبيت الصلاة وبتشوف راتمان هناك وكان خلص صلاته، وراتمان بيقول لها ما تخافيش لان المكان امن وما فيهوش اي حاجة، وبيسألها لو عايزاه يفضل مستنيها لغاية ما تخلص صلاة. يا سلام على الصحبة الطيبة. بعدين بنشوفها بتصلي ولما بترفع من السجود بتشوف شخص تاني في غرفة الصلاة. لما بتبص بتترعب عشان بتشوف نفسها ساندة راسها على رجل شيطانة، والشيطانة دي بتلعب لها في شعرها وبتهرب بسرعة، بس بتلاقي نفسها في بيتها القديم تاني. وكل ما تحاول تخرج وتهرب بتلاقي نفسها رجعت لنفس المكان. وبعد كده بتلاقي الشياطين متجمعين حواليه وبيبدأوا يهجموا عليها. بعدين بتلاقي راتمان شدها وبتفوق وبتلاقي نفسها في المنزل وبتشوف راتمان وجارها سورفو، وسورفو بيقول لها انت شفتيهم تاني؟ وهي بتقوله هما مين؟ وبيقول لها اللي استدعيتيهم ومش هتقدري توقفيهم بعد ما حضرتيهم. راتمان بيقول لها لما كنت بتصلي كنت مش في وعيك وكنت بتهلوسي. وراحيو بتقوله انها قرأت الآية اللي امها قالت لها عليها وهي بتصلي عشان يمشوا. سورفو بيقول لها ان غرفة الصلاة في البيت مسكونة والمدينة والبيت كل ده هما اللي خلوكي كده، وسانتيون وزوجة ابوكي هما اللي اجبروكي على مواجهة حقيقة. وبيقول لها انها مش عادية ولكن عندها قوة غير مرئية وهي رؤية الجن والشياطين. عشان كده ابوكي وسانتيون عملوا ليكي جلسة لطرد الارواح، بس الجلسة ما خلصتش والارواح كانوا منتظرينك في غرفة الصلاة. وبكده بيخلص الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.